المشهد هنا يوحي بالأمان. الأطفال يرسمون لون المكان وزينته، أصواتهم تبدد الصمت العميم، يغازلون حبيبات الرمال ويقفزون على التلال دون ما ملل، يبنون على الرمل أحلامهم بلا جدوى. حقيقة هذه الرمال أدركها آخرون، أدركها الشيخ عامر في عريشته التي قضى فيها سنوات من المكابدة، خبر وأسرته الصحراء وخبرتهم. ومصطفى بين بيوت العقال التي تدفنها الرمال فيبعثها أهلها من جديد. وفتح الرحمن في غابات الشمال همه أن تخضر الأرض. غالبوا الرمال وغلبتهم. على صحراء مترامية الأطراف نشأت قرى ومدن سودانية عديدة، حيث تستظل أغلب ولايات السودان بالمناخ الصحراوي بين خطي عرض 10 و18 درجة شمالا، في شكل حزام يمتد من الشرق إلى الغرب. وللصحراء ورمالها قصص وحكايات. بعض الناس ارتبطت حياتهم بالرمال، أصبحت جزءا منهم حين تسطع عليها الشمس تهبهم الضياء، بينما الرمال تمنحهم حياة بطعم خاص. هنا يستيقظ الأطفال وأعينهم متعلقة بتلك التلال، فعليها يجدون المتعة. ينقضي الوقت وهم لا يشعرون إلا بمزيد من الرغبة في اللهو واللعب بلا ملل ولا كلل. بأيديهم يجسمونها كيف يريدون، وأرجلهم تتحكم بحركتها كيف شاءوا. ولايات السودان أغلبها تعاني من الزحف الصحراوي، ومن أكثر الولايات تأثرا بظاهرة التصحر الولاية الشمالية الواقعة أقصى شمال السودان بين خطي عرض 16 إلى 22 درجة شمالا، وخطي طول 20 إلى 32 درجة شرقا. حاضرة الولاية مدينة دنقلة، هي مدينة قديمة قامت عليها عدة حضارات قبل الميلاد، تسكنها قبائل عربية ونوبية عديدة يمتهنون الزراعة. فإنسان هذه المنطقة ارتبط بالأرض وما تجود به، ويشكل النيل روح الحياة هنا. على ضفتيه نشأت المزارع وقامت المساكن. تشتهر المنطقة بأشجار النخيل، وتعد أحد معالمها، تنتج كل خيرات الزرع. مبانيها بسيطة، وهي مجمع للمؤسسات الحكومية والمنشآت التعليمية والصحية والثقافية. إن كنت ضيفا على الولاية الشمالية، فأول ما يلفت انتباهك حبيبات الرمل التي تعلق بملابسك فور وصولك، ترحب بك قبل ساكنيها. الرمال هنا تعبث بحياة الناس حين تهب عليها الرياح، تتحرك لتغطي كل ما تجده في طريقها، لا تفرق بين سكن ومزرعة ومسجد ومدرسة. التصحر عندنا في الولاية الشمالية بدأت في الستينات وتفاقمت في بداية الثمانينات،
وتأثيره في الوقت الحالي ظاهر جدا في الولاية الشمالية، وتبدأ عملية التصحر من الناحية الشرقية والشمالية الشرقية على حسب اتجاه الرياح في الولاية الشمالية، لأنه معظم اتجاهات الرياح عندنا من الشمال والشمال الشرقي، وهي المنطقة المتاخمة للمناطق الصخرية. يعني التصحر أو الزحف الصحراوي بيبدأ عندنا من المناطق الصخرية وبيجي ماشي على الأراضي الزراعية وعلى الأراضي الخصبة وعلى نهر النيل. الولاية الشمالية تجد أنه كل الرمال متحركة في خطوط متجهة على نهر النيل حسب اتجاه الرياح زي ما قلنا، وسرعة الرياح في هذه البلد كبيرة حسب التجارب البسيطة اللي عملناها نحن، وما اتعملت بحقيقة بطريقة علمية، نحن عملناها بطريقة بلدية جدا، اللي هي عملنا فيها الأوتاد بين كل وتد والثاني 500 متر، وابتدينا نقيس تحرك الرملة ما بين الأوتاد بالمتر، ولقينا إنه سرعة الرياح تقريبا، سرعة التحرك الكثبان تقريبا 6 كيلو في السنة. أكبر مشاريع الولاية الزراعية تأثرت بالرمال، فهذا هو حوض السليم. طمرت الرمال أكثر من 50% من المشروعات الزراعية فيه. أغلب المزارعين هجروا أراضيهم بعد أن أعيتهم الحيل في وقف حركة الرمال. هذا الحقل للشيخ عامر كان ينتج أكثر من 80 جوالا من محصول القمح. اندثر ليحصد صاحبه الخسران بسبب التصحر. وما من مشروع زراعي إلا تركت الرمال عليه آثارا بينة لتصبح الأرض بورا بعد خصب ونماء، بل هجر البعض مساكنهم التي حطمتها الرمال. قرى بأكملها هجرها أهلها بفعل الرمال المتحركة. حفرنا بير، عملنا وابور، عملنا بير وعبور، زرعنا القمح خلاص نضي، بنحصد فيه ونربط، قام هوا دفن البير في السوق من 6 ل 6، دفنها، بقينا ننقل المويه من هنا نمشي نحفرها ونلم في القمح. الزحف كعب خالص، يعني ما بيه تراب ماشي، تراب عديل ماشي زي المويه، لان الدنيا كاشفه. بيوت كثيره تحصل الجبال اصلا ما بيقدر يبني البيت، بيت الطين ده ما بيبنوه، لان بناها الزحف بيجي يغطيه، بيبني بيت القش. اول الزحف ما عصر عليه حوله لجهه ثاني، لغايه ما لحظه ما جات هنا قمنا عملنا الحيوط. هبة ريح تستغرق دقائق أو ساعات تكلف الناس هنا أزمانا طويلة لإصلاح ما دمرته. لم تفتر همتهم، تارة ينشئون أحزمة شجرية تصد الرياح وتوقف الكثبان الرملية، وتارة يستصلحون الأراضي التي غطتها الرمال باستجلاب تربة طينية لتعيد إليها الحياة من جديد وتعوضهم عن بعض ما فقدوه. فكسب العيش عندهم يحتاج لنصب وعناء. الزحف ده بيأثر في المعايش، يعني كان في شيء لما نقوم الزحف الزراعة إذا بقت صغيرة ما بنتهي منها، وحتى إن بقت كبيرة بيدفن جزء، حتى بيقتل بعض الزراعة. النخلة ذاتها ما بيخليها، يعني النخلة اللي تحرث فيها أول من قام الهواء بعد دقائق الهواء وقف تحفرها، ما حفرتها بيقتلها الزحف. لم تشأ الرمال في تطوافها أن تحيط بالحاضر وحسب، فنشبت في جذور الماضي وأتت على آثار القوة هنا لتطمر ما ظهر من معالمها التليدة. فالرمال قد وعت أن هذه الولاية ثرية بآثارها وتراثها. نحن الآن في موقع الكوة الأثري، وهو طبعا من أهم المواقع الأثرية والتاريخية بالولاية الشمالية. الموقع يقع على الضفة اليمنى للنيل قبالة مدينة ضنقلة، حوالي 3 كيلومترات
جنوب مدينة دنقلة. هذا الموقع يعود فترة المملكة المصرية الحديثة، وهي من الأسرة الخامسة والعشرين. وتقريبا هذا الموقع شيدت فيه 3 معابد، أكبرها معبد الملك تهارغا الذي شيد حوالي العام 760 قبل الميلاد. هذا الموقع يضم معبد من أكبر المعابد الموجودة في المواقع الأثرية في الولاية الشمالية، ولكن يعني للأسف يعني يلاحظ أن هذا الموقع يعني تغولت عليه الرمال بسبب الزحف الصحراوي الموجود في هذه المنطقة. ورغم أنه يعني هذا الموقع تحيط به من الناحية الشمالية مزرعة للنخيل، والتي تعتبر من المصدات الطبيعية للرياح أو للأتربة أو للتصحر، ولكن رغم كل هذا نلاحظ أنه برضو يعني الموقع بدأ يتأثر بالزحف الصحراوي. وكما تلاحظون أنه بعض الآثار بدأت تندفن أو بدأت تندثر تماما، وهذا يعني شيء ليس في صالح الآثار وليس في صالح السياحة. قرية العقال التابعة لمحلية الجولد معاناتها أكبر، فقد فاقت الرمال في علوها أسقف المنازل كأنها تسترق النظر إلى البيوت من على أسوارها وتكشف أسرارها. يشيد السكان منازلهم لتدفنها الرمال، فيبنوا على آثارها منازل أخرى، وكل ما أعادوا الكرة عادت الرمال. صراع اعتاد عليه السكان هنا وألفوه، فحياتهم فقدت الاستقرار والهدوء. لا أحد يأمن أن تشرق عليه الشمس أو تغرب وهو في ذات المنزل الذي شيده واعتاد عليه. هاجس يؤرق الجميع. حتى أن الرياح والرمال بفعلها قد جعلت لأسوار المنازل هنا أشكالا هندسية يعجز عنها النحاتون، وقد اكتست ثياب الأطفال دائما بلون الرمل والطين. طبعا نحن في هذه القرية بنعاني من الزحف الصحراوي معاناة شديدة خالص. يعني الزحف الصحراوي هددنا، أخذ مزارعنا، أخذ الزراعة، وأخذ الشتول، والسبيق اللي بنسوي له الشتول انهار واندفن، أخذ الجلوف على ضفاف النيل، والزراعة كان زراعة يعني في الجلوف انهارت تماما بالزحف الصحراوي. وبعد ذاك أخذ مراحل وتطورت الرمال علينا وجات للمنازل. المنازل انهارت تماما، يعني الرمال علت وبقت تجب فوق المنزل، ونحن بقينا نفق عرش المنزل ونقوم نعمل بنى جديد ثاني للمنزل. يعني عندنا بيوت هنا، عندنا منازل يعني أخذت 3 طوابق. المكان ده كان أراضي زراعية، ويتحرك الزحف الصحراوي ودمروا، بقى جيزان وبقى محل لا صالح للزراعة، وحتى مشى للنيل ذاته، نزل في النيل البحر، أخذ الأراضي الزراعية، الرمال بتكون في داخل النيل ذات. هؤلاء الصيادون على مراكبهم لن يصلوا بسرعة إلى الضفة الأخرى، فالرمال هنا شكلت جزرا تعترض الملاحة على نهر النيل. النيل شريان الحياة رغم جبروته. غلبت أمواج الرمال أمواجه، وتسببت الرمال في الهدام. تتهدم الأراضي على جنبات النيل وتتنزل عليه، بل الرمال نفسها تنهمر عليه انهمار المطر فتغير مجراه. حزام شجرة المسكيت الممتد لكيلومترات عدة والقائم منذ سبعينيات القرن الماضي لم يفلح في حماية قرية الكرابيج من زحف الرمال.
الصرح التعليمي الأوحد بقرية الكرابيج المدرسة الأساسية أحالتها الرياح والرمال إلى حطام وصارت أثرا بعد عين ليشيد الأهالي غيرها، إلا أن المدرسة الجديدة وبرغم جهد الأهالي في تحصينها تحيط بها كثبان الرمال إحاطة السوار بالمعصم، الأمر الذي يتهدد مستقبلها وينذر باللحاق بسابقتها. مدرسة أم كرابيج الأساسية اتأسست سنة 1970. لما اتبنت كانت الأرض مسطحة ما فيها أي جوز ولا رمال. بعد ذاك الرمال بقت تزحف بشوية شوية تجي عليها. جاء المواطنين اتفقوا وقالوا يشجروها عشان يحموها من الزحف. الرمال بقت تدخل جوا الفصول، فكانت مصبوبة. الأرضيات كلها بقت عبارة عن رمال، وفي بعض الفصول زي الصف الرابع دخلت فيه الرمال شديد، دخلت فيه، فلحد ما مستوى الباب بقى زي مستوى الشباك. فالتلاميذ والأساتذة اللي كانوا متعودين عارفين ده الباب وده الشباك طوالي بيدخلوا بالباب، لكن في بعض الزوار اللي ما عارفين ديلا الواحد فيهم مرة جاء واحد زاير طوالي دخل بالشباك، ما قدر يفرز الباب من الشباك. مساجد أهل القرية لم تتركها الرمال تحركت عليها لتنزع عنها سكينتها، فهذا المسجد قد تم تشييده عدة مرات بعد أن هدمته الرمال مرة تلو الأخرى. أثر التصحر على الولاية الشمالية، أو نحن بنسميها أثر الزحف الصحراوي على الإنسان في الولاية الشمالية، بيأثر عليه بنواحي كثيرة جدا. لو جينا أخذنا الناحية الزراعية بتأثر عليه في الأراضي، وبمجرد ما الأراضي دي اتغطت المزارع أرضه بدل ما كانت حتزيد ونحن كنا بنتمنى إنها تزيد بتنقص بفعل الزحف الصحراوي. أعداد الحيوانات عندنا لأنه هي الجزء الثاني من الزراعة، أعداد الحيوانات بتقل لأنه المراعي بتقل، والمزارع بيحاول يتخلص في جزء من الحيوانات بتاعته دي، بتأثر على المباني حقتنا، ويمكن فقدنا قرى كبيرة جدا. المنطقة من أم كرابيج لحد بداية حوضلتي تقريبا يعني القرى كلها لو مشت بتلقاها مهجورة والجزء الثاني مدفون، هم هجروا. يعني في ناس يعني مثل عجيب جدا انه في زول بيبني الحيطة وبيجي قبل ما يعرش البيت بيكون اتهدم بفعل الزحف الصحراوي. يعني لم تفتر همة الأهالي هنا في مكافحة التصحر ومقاومة حركة الرمال، يغلبونها حينا وتغلبهم أحيانا كثيرة. يعرفون كيف يستفيدون منها حين تكون وادعة، وكيف يتحسبون لها حين تحركها الأعاصير. شغلت تفكيرهم وأصبحت واقعا لا بد من التعامل معه، تحنو عليهم وتقسو في آن، فالحياة هنا لا تكون بدونها. يتآنسون ويتسامرون عليها نهارا وتحت ضوء القمر. ولا يجب أن تكون من قاطني هذه المناطق حتى تشتبك مع الرمال، فيكفي أن تكون عابرا بسيارتك لتتلقاك الرمال مرحبة فاتحة ذراعيها لتغرق السيارة في وحل الرمل فلا تصل إلى وجهتك حين تريد. وهذا ما جعل السفر إلى هذه الولاية من العاصمة في الماضي يستغرق عدة أيام، برغم أن المسافة من الخرطوم العاصمة إليها حوالي 500 كيلومتر، بل كان المسافر منها وإليها يستصحب معه الزاد من الطعام والشراب مؤونة لطول السفر. أشجار النخيل وحدها استطاعت الصمود في الصحراء، فالولاية غنية بغابات النخيل. يجتهد أهل القرية في العناية بالنخيل، يحيطونها منذ البداية
بما يصد الرمال عنها حتى تكبر، يستظلون بظلها ويقتاتون ثمارها ويستفيدون منها في سائر شؤونهم. هذا الشيخ الهرم لم يخف حسرته على جذوع النخل المتهالك، فقد كان يحنو عليها حنو المرضعات على الفطيم حتى كبرت واستوت على سوقها، لكنها سرعان ما خسرت معركتها مع الرمال، صارت كالنخلة الحمقاء. اجتثها صاحب البستان حين شاخت وذبلت فتهاوت تحت زخات الرمال. كثبان رملية تتخلل كل قرى الولاية شرقي النيل، تلتف بالقرى وتحيط بالمزارع والمساكن من كل جانب. جهات الاختصاص بالولاية لم تألو جهدا في التصدي لأسباب التصحر الاجتماعية والاقتصادية بإعادة تأهيل المناطق المتدهورة وإصلاح نظم الإنتاج ورفع الوعي البيئي وتوفير المدخلات والتقنيات التي تحافظ على البيئة. غابات كدركا الطبيعية أقامتها هيئة الغابات بالولاية لتوفر الغطاء النباتي، وهنالك غابات شعبية وأحزمة شجرية ومشاتل مركزية تهدف لصد الرياح وتثبيت الكثبان الرملية المتحركة، فالأيادي اجتمعت لتزيح خطر الرمال. قامت الهيئة القومية بالغابات لحماية حوض السليم بحجز غابة كدركا في مساحة 1150 فدان وغابة بركة الملوك في أقصى شمال حوض السليم لحماية الجزء الأراضي الجنوبية لحوض السليم. وكذلك قامت بإنشاء أو بإقامة أحزمة شجرية لحماية الجزر الزراعية في بعض المناطق مثل حزام كرابيج في محلية دنقلة واللتي والعفاض في محلية الدبة. وكذلك يعني هنالك برنامج إرشادي مصاحب لهذا النشاط يبصر المواطن بأهمية الأحزمة الشجرية لحماية الأراضي الزراعية والمنازل. وقامت الهيئة القومية للغابات بتوفير الشتول في مناحي الولاية المختلفة بإقامة المشاتل. وكذلك هنالك برضو برنامج مصاحب إرشادي لتعمير الأراضي واستصلاحها بنقل تربة طينية من النيل إلى المناطق الزراعية الرملية. هذا الجهد المقدر لا يكفي لاحتواء هذه المشكلة، لذلك نحن نناشد الحكومات المحلية والمنظمات العالمية والطوعية لمد يد العون لاحتواء هذه المشكلة بهذه الولاية. طبيعة حياة الإنسان ومزاجه وتفكيره تأثر بالتصحر وكل منشآته الثابتة والمتحركة. سكان الولاية الشمالية أكثر أهل السودان هجرة إلى العاصمة القومية أو الاغتراب خارج البلاد بحثا عن سبل عيش أفضل. الصحراء جعلت الحياة قاسية، يعيش الناس فيها قصة كفاح كبيرة، معاناة تبدأ مع شروق كل شمس تسطع على الرمال وتتحرك معها باتجاه الريح ولا تهدأ أو تنتهي بالغروب، فهم يتوقعون الأسوأ في كل آن، يحلمون بغد أخضر وحياة هادئة لا تجرفها الرياح ولا تحركها الرمال.